قصة هذا الفيديو تبدأ بهاكر من الوطن المغربي. بصراحة ما وجدت عليه صورة أو اسم، لكن راح نسميه سامي. كان سامي عمره تقريبا 23 سنة، مجنون بعالم الهاكر، ومن الصغر معظم وقته يقضيه على الثغرات والاختراقات المواقع والحسابات. وبالطبع مثل أي هاكر ما عنده حتى صديق، كان صديقه حاسوب. عمل سامي في الكثير من الشركات أمن المعلومات، وبالطبع أخذ خبرته أكثر. وفي أحد المرات بيتجول فيها سامي في الفيسبوك، بالصدفة وجد فتاة مغربية جميلة وكانت في نفس عمره تقريبا، فانجن بها المجنون وقرر أن يخترق حاسوب. وبعد فترة بالفعل حقق رغبته، اخترق هذه الفتاة وبقي بيتجسس على 6 أشهر، وعرف كل معلوماتها وصورها. وبعد ما وصل له 8 أشهر فقد صبره المجنون، وقرر أن يراسلها ويختبرها بكل شيء. وبعد أيام وجدت الفتاة الملف ففتحته، وكان المجنون كاتب في الآخر: تقبلي به الزواج، وعامل لها صورته وعنوانه وكل شيء يخصه. وبعد أغلقت الملف، فالمجنون يعمل صورته وهو ماسك خاتم الزواج وكاتب تقبلي به الزواج. انصدمت الفتاة وغلقت الحاسوب بسرعة، وبقيت شهر ما فتحته، ولكن بقيت تفكر في الهاك كيف اخترق. اللي صدمني أنها ما خبرت أحد عن الموضوع، وأخيرا فتحت الحاسوب. تعتقد أن الهاكر ما بيبقى شهر كامل وهو يتجسس عليها، ولكن ما تعرف أنه مجنون وتتوقع منه كل شيء. بعد دقيقة راسلوها برسالة: أنا أحبك. والمرة أرادت الفتاة أن تواجهه، فبقيت تتحدث معه، وفي الأخير أقنعها أن يلتقان. فالتقوا في مكان عام، ولكن الصدمة أنها وجدته مو الشخص اللي كانت تتوقعه. شاب محترم ومثقف. بدأت تنعجب به. يتحدثان عامين، يلتقيان عامين، وفي الأخير الصدمة. سامي حقق حلمه وتزوج بها وعاشوا حياة، ولكن اعتزل عالم الهاكر ودخل عالم المبرمجين. بصراحة قصته غريبة، وما أعتقد أنك تتوقع أن النهاية. اشترك في القناة لتساعدنا في الاستمرار.